طيب، احنا النهارده هنقدم تعريف عن باروخ النبي. في الحقيقه لقيتكم كلكم كاتبين عن الانبياء الصغار ال 12، لكن باروخ عشان من الاسفار القانونيه المحذوفه تقريبا محدش بيهتم كتير بالحاجه دي. فباروخ دوا من سبط يهوذا، معنى اسم باروخ مبارك، وباللغه القبطيه مكاري او طوباوي. باروخ ده ولد، ده من سبط يهوذا، باروخ من سبط يهوذا. ولد باروخ سنة 524. باروخ كان من تلاميذ أرميا النبي، وكان كاتب للرسائل بتاع أرميا النبي، وكان محب لأرميا وبيتعلم منه صفات وحاجات كتيرة هنقول عليها بعد كده. كان يحفظ الرسائل اللي كان بيكتبها لأرميا، وكان بيتعلم منه حاجات كتيرة، وكان بيكتب بمهارة، وكان يحكى عنه كده ان هو كان ماهر في الكتابة ومدقق في الرسائل. بعد كده طبعا ده كان سنه 16 سنة لما راح بدأ الخدمة بتاعته. كان اسمه باروخ ابن نيريا ابن معصية ابن صدقية ابن حلقية في بابل. الرسالة بتاعت باروخ هي 6 أصحاحات. اللي أنا بقوله ده هتلاقوه في الأصحاح الأول. كتب الرسالة بتاعته يعني نبوة عن ربنا، قال له قول للشعب دوا ان هو يرجع عن خطاياه ويتوب، لإلا هيبقى في عقاب او تأديب للشعب ده اذا ما رجعش. التوقيت دوا كان في السبي سنة 586، سبي بابل او خراب بابل. وكان الملك يهوياقين كان مسجون في التوقيت دوا، وكان الشعب معاه طبعا الرؤساء والناس اللي هي الكبارات اللي هي اتثبت، وكانت بابل ايه بقى خراب، كلنا عارفين القصه دي. كان دي في السنه ال5، كتبت الرساله في السنه ال5 لسبي بابل. البابل يعني اللي سابت يهوذا، كان في السنه ال5 في الشهر السابع. وبعد كده قرأ رسالة على مسامع يهوياقين الملك، ملك يهوذا، والرؤساء والشعب كله، يحكى صغير وكبير سمع الرسالة. الملك بقى اتضايق واتعصب جدا ان هم في حالة ما يعلم بها الا ربنا، كرب وسبي وسجن وقرب ما بعد كده تعب يعني. فاتغاظ واتضايق جدا وزعل، لان ده مش في توقيته خالص. احنا عايزين كلمه معزيه، مش انت جاي تقول لها عاقبكم وربنا يعمل فيكم لو ما رجعتوش وتبتوا. الرساله يعني تأديب. فاتضايق، مسك الرساله قطعها الملك يهوياقين، وبعد كده راح سمع باروخ النبي، راح هرب هو وأرميا. دي قصه باروخ على قد ما عرفت. شكرا لمحبتكم، شكرا لي.